مهما نفطر أي فطار ما بيسدش معانا غير طبق الفول. تعال أقول لكم على أشهر 6 عربيات في مناطق مختلفة. أول واحد فول الجحش، وده أشهر واحد في منطقة السيدة زينب. أكدوا من فرط. أحلى شوية فول في السيدة عليهم عصرة ليمون وعيش فريش وطعمية سخنة من عند الجحش، والفطار في السيدة زينب صدقوني ليه طعم تاني. تاني واحد فول الحاج فرج، أشهر عربية فول في الأميرية. ودوت بقى بكار اشطر الشطار، وكمان بيشتغل ب7 تنفار وبحبه جدا. وحابب اقول لكم ان الفول عند كريم فرج مميز جدا وليه طعم تاني، هتروح له مره واتنين وتلاته وهتبقى مدمن عليه. عنوانه بقى شارع الخليج المصري بجوار سوق غزه الاميريه. وتالت واحد فول ام عادل، اشهر طبق فول في باب الشعريه كلها من ايام ام عادل الله يرحمها. طبق فول بيتعمل بخلطة مميزة بقالها 70 سنة، وطلبت طبق فول زيت حار اللي أنا رايح له مخصوص، وحابب أقول لكم ده من أجمل أطباق الفول اللي هتاكلها في حياتك. عنوانهم باب الشعرية من عند كبابجي أبو محمد، هتخش شمال اسأل ألف مين يدلك. ورابع مكان بسكوتة، أشهر حد في جسر السويس بيعمل فول، والمكان دوت من اكتشافاتي. ويا جمال طبق الفول بالطحينة عندهم خيال، وحابب اقول لكم انت هتحتار من كتر التشكيلة اللي عندهم، ودوت واحد من انضف واحسن الاماكن اللي ممكن تفطر فيها. وعنوانهم جسر السويس النزهة الجديدة شارع محمد رفعت. وخامس مكان اولاد الفيومي، وده واحد من اشهر الناس اللي بتعمل فول في الضرب الاحمر كلها. والمكان دوت واحد من الاماكن الخاصه اللي بحب اروحها عشان اكل احلى طبق فول كده على الصبح. والفطار عندهم مميز وجميل، والاجواء حوالين منهم تحفه. عنوانهم ما يتوهش الضرب الاحمر عند بوابه المتولي سكه حوش شرقاوي. واخر واحد فول وحيد، ودوت يعتبر اشهر عربيه فول في مصر كلها، وموجود في حي الداير خلف مستشفى القبطي. والمميز عند وحيد ان انت هتلاقي جميع الاطباق اللي انت نفسك فيها، طواجن فول وطواجن بالسجق وكمان باللية، وكمان عندهم البطاطس الجمبري ديت عالمية. لو بتتفرج على الفيديو لغاية دلوقتي اعمل سيف للفيديو، عشان دوت هيبقى دليلك لاشهر عربيات فول في مصر.